اهلا بيكم مرة تانية. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الحلم وعن الخوف وعن ليه احنا هنا اصلا وهنبدأ بايه في القناة عندنا. قبل ما نكتب سطر كود او قبل ما نفتح اي برنامج لازم نسأل نفسنا سؤال واحد ومهم جدا: يعني ايه برمجة وايه هو البرنامج اصلا؟ بكل بساطة البرنامج هو مجرد قائمة تعليمات زي وصفة الاكل. يعني تخيل معايا دلوقتي احنا عايزين نعمل كوباية قهوة، هتكون التعليمات ايه؟ هات كوباية، حط فيها معلقة بن، حط فيها معلقتين سكر، وحط مية مغلية وقلب. الخطوات اللي احنا عملناها دي كلها اسمها الخوارزميات، شوية خطوات واضحة علشان نوصل لنتيجة معينة. الإنسان لما بيقرأ الوصفة دي وبيفهمها وبينفذها. طيب تخيل معايا وأنا بكتب الوصفة دي عملت غلطة بسيطة، وبدل ما أكتب مية مغلية كتبت ملح مغلي. لو أنت بتقرأ الوصفة ديت وأنا مديها لك ومكتوب فيها ملح مغلي هتقول لأ، ده هو أكيد كان قصده مية مغلية، وهتصحح الغلط تلقائي وتكمل على طول. بس الكمبيوتر ما بيعملش كده. الكمبيوتر لو اديته نفس الوصفة بالغلطة دي هيقف ومش هيفهم وهيدور حرفيا على الملح المغلي، ولو ما لقاهوش هيقولك انا اسف والبرنامج هيقفل على طول. اللحظة اللي الكمبيوتر بيعلق فيها دي وهو مش فاهم ايه اللي حصل في عالم البرمجة اسمه السينتاكس ايرور. ده اكبر فرق بيننا وما بين الكمبيوتر. احنا بنفهم السياق وبنصلح الاخطاء تلقائيا، لكن الكمبيوتر بيدور حرفيا على اللي انت بتقوله. وده يوصلنا لنقطة مهمة: احنا كبشر عباقرة في حاجات كتير عن الكمبيوتر. احنا شاطرين في الابداع، في فهم المشاعر، في تصحيح الاخطاء، لكن احنا سيئين جدا في المهام المتكررة والمملة. يعني مثلا لو اديتك الصفحة دي وطلبت منك تعدلي كلمة ذا اتكررت كام مرة بالظبط، عقلك هيبدأ يركز بعد أول سطر، وتاني سطر هتبدأ تركز، وبعد تالت ورابع سطر هتحس إن أنت متلخبط وهتلاقي إن دي مملة ومتعبة جدا بالنسبة لك. يجي هنا بقى دور الكمبيوتر في المهمة دي. بتاخد مننا تكة زرار، مجرد ما بتكتب كود متكون من 7 ل10 14 سطر وبتدوس ضغطة زرار، الكمبيوتر بيقولك فيه كام كلمة ذات اتكررت. ما تتخضش من شكل الوصفة، مش مطلوب منك تفهمه دلوقتي خالص. أنا بس كنت عايز أوريك شكل المهمة أو الوصفة اللي احنا اديناها للكمبيوتر علشان يعرف يقوم بالمهمة دي. طيب المهم ايه هي البرمجة؟ البرمجة ببساطة هي اننا بندي للكمبيوتر قائمة تعليمات واضحة جدا علشان يعمل لنا المهمات الصعبة والمملة اللي احنا مش بنحب نعملها. انك تتعلم البرمجة مش معناها انك هتتعلم لغة الكمبيوتر بس، ده معناها انك هتتعلم ازاي تفكر بطريقة منظمة وازاي تقسم المشاكل الكبيرة لخطوات اصغر. دي مهارة هتغير حياتك كلها. وكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. في الفيديو الجاي هنتعمق اكتر وهنفهم مكونات الكمبيوتر نفسه، هنفهم يعني ايه سي بي يو ويعني ايه ميموري، علشان لما نتكلم معاهم هنبقى عارفين احنا بنكلم مين بالظبط وبندي اوامر ليه بالظبط. متحمس جدا للخطوه الجايه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تكمل معانا رحلتنا. انا عبد الرحمن ضياء واشوفكم في الفيديو الجاي.